ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو النهارده فيديو جديد من سلسله سنه اولى عنايه. لو انت متعرفيش السلسله دي بتتكلم عن ايه، السلسله دي بتقولك وبتوجهك على كل الخطوات الاساسيه اللي انت محتاجاها عشان تهتمي بنفسك وعشان عنايتك الشخصيه. بالنسبه بقى للعنايه الشخصيه، ما ينفعش تبقي بتهتمي بنفسك وتيجي تلمسي جلدك كده تلاقيه خشن. ما ينفعش اي حاجه تشوكك، اي حاجه تحسي بيها مش ظريفه وانت بتحسسي على جسمك، بالذات لو انت عروسه مقبله على الجواز او انت متجوزه، فدي ما بتبقاش حاجه لطيفه. حابه انوه بس في البدايه ان ده فيديو للبنات بس، فاتمنى كل اللي يشوفوه يكونوا بنات بس. اول حاجه، لو انتوا عندكم اي مشكله في الجلد بتسبب لكم خشونه او كده، لازم تعالجوها. زي مثلا جلد الوزة بيسبب ملمس مش حلو قوي للبشره، فابداوا شوفوا علاجات ليه وابداوا شوفوا طرق تعالجوها بيها. وانا عملت لكم فيديو قبل كده عن اهم الحاجات اللي ممكن تحل لكم الموضوع ده، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. زي اول حاجه لازم تتاكدي ان انت بتشيلي الشعر الزايد من جسمك على طول او بصفه دوريه بالوسيله المناسبه ليكي. برضو كنت عملت لكم فيديو خاص بوسائل الشعر او كتالوج عشان تختاري الوسيله المناسبه ليكي، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. المهم، باي وسيله تريحك واي وسيله انت شايفاها مناسبه ليكي، لازم تشيلي الشعر الزايد من جسمك على طول. ما ينفعش ابدا تبقي نظيفه وبنوته وانثى كده لطيفه وفي شعر مش لطيف في جسمك او في شعر زايد في جسمك. ده ما بيعبرش ابدا عن الانوثه. غير الملمس بقى، لا ده بيبقى منظر مش حلو ابدا ابدا. اختاري الوسيله المناسبه ليكي اللي هتقدري تداومي عليها على طول، اللي هتحافظ لك دايما على جلدك شكله حلو وما فيهوش شعر زياده. تاني حاجه، اختاري الوسيله اللي تقدري تعمليها بنفسك، ما تستنيش حد يجي يعملها لك. بس ده اللي انا هقدر اقوله لكم. المهم ان انت باي طريقه من الطرق ما تخليش فيه شعر زايد في جسمك. تاني حاجه، ان انت تعملي سكراب لجسمك. اتاكدي دايما انك تعملي سكراب مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين على الأقل خالص، عشان تتأكدي إن مفيش أي طبقة جلد ميت. الجلد الميت بيعمل زي طبقة ناشفة كده على الجلد، فالملمس بيكون مش لطيف، كمان الشكل بيبقى باهت ومش مش لطيف. اللي يهمنا في الحلقة دي أو في الفيديو ده هو الملمس. فعشان نتأكد إن ملمس إيدينا كويسة، لازم نشيل كل طبقة الجلد الميت اللي على إيدينا أو على جسمنا كله. كل جسمنا لازم يتعمل له سكراب، وده عن طريق حاجه من الاتنين: يا اما هنعمل اي وصفه من وصفات الماسكات الطبيعيه او السكرابات الطبيعيه اللي ابسطها قهوه وزيت جوز هند وشويه سكر بس كده، وابداي اعملي جسمك كله. وانا عملت لكم كذا وصفه، هسيبها لكم تحت برده في الديسكريبشن بوكس. او عن طريق ان احنا هنوفر على نفسنا وهنجيب اي سكراب طبيعي، اي سكراب جاهز زي السكراب بتاع بوبانا، وده ارخص سكراب ممكن تستخدميه. او السكراب ده حلو قوي، السكراب ده وبجد من الحاجات الحلوه والافكتيف، وكمان حجمه كبير قوي بالنسبه لسعره وبيقعد فتره حلوه معاكم. اكتر سكراب مفضل ليا هو السكراب بتاع سوب اند جلوري، لان السكراب بتاع سوب اند جلوري ده بيسيب البشره ناعمه وحلوه قوي وكمان ريحته تجنن. فلو انت تقدري على سعره وتقدري تجيبيه على طول هاتيه. دول اهم السكرابات. المهم ان انت تشيلي الجلد الميت من جسمك باي طريقه. تالت حاجه بتفرق جدا في ملمس بقى الجلد هي الترطيب. دي الخطوه النينجا معانا بقى. وعايزه اقول لك ان بترطبي جسمك على حسب الفصل من فصول السنه اللي انت فيه. يعني لو انت في الصيف هترطبي جسمك بمرطب بسيط، مش مرطب عميق قوي، لان كده كده الجسم بيفرز دهون والجو بيبقى حر، فالجسم مش بينشف بسهوله. بس لازم برضو ترطبي جسمك في الصيف او في الشتاء. انما في الشتاء بقى بتحتاجي مرطبات تقيله بقى، عارفين انتوا اللي هي البادي باتر والزيوت والحاجات دي. برضو البادي باتر بتاعت سوب اند جلوري هسيبها لكم دلوقتي هنا، حلوه قوي، من اكتر الحاجات بجد اللي بترطب الجسم. اي بادي باتر تكون كويسه وبترتاحوا عليها، اتاكدوا ان انتوا بترطبوا بيها في الشتاء، هترطب لكم جسمكم. وما تنسوش تتكوا بقى على الحتت اللي هي زي الاكواع والركب والحتت اللي بتحتاج ترطيب عميق شويه. كمان من الحاجات الحلوه قوي زيت بتاع فازلين، غير ان هو مرطب عميق ومرطب بجد بيرطب الجلد من جوه، كمان بيدي لمعه كده على الجسم. فانت لو انت عروسه او متجوزه بجد المنظر هيبقى حلو قوي، جسمك هيبقى شكله حلو ولامع كده. يعني مش محتاجين حاجه تانية، ترطيب حلو ولمعان كده وشكل جلوي كده، فبجد حلو قوي. عايزه اقول لكم ان بعد كل شاور لازم نرطب. حتى لو انتوا واخدين شاور الصبح وخدتوا شاور بالليل، لازم ما دام اخدتوا شاور النهارده تاني لازم ترطبوا جسمكم بعد كل شاور. لو احنا بقى ما خدناش شاور كل يوم في الشتاء عشان التكتكه والبرد وكده، فنتاكد ان احنا بنحط مرطب كل يوم. معلش هو الموضوع صعب بس بجد بجد بيفرق. تاكدي ان انت بترطبي جسمك كل يوم.
والاماكن بقى اللي تحسي ان هي مش مترطبه قوي وناشفه برده مهما تحط لها مرطب، هقولك على تip كده بسرعه تعمليها. عارفين الاسترتش بتاع المطبخ اللي هو الرول ده، الاسترتش الابيض الشفاف، هتجيبوه بعد ما هتحطوا المرطب هتلفوه مثلا على الركبه وتناموا بعد ما هتحطوا المرطب. بجد بجد هيسيب، هتقوموا الصبح كده تلاقوا المرطب اتشرب وهيفرق جدا في ملمس جلدكم. اعملوا كده بقى عند اي حته حاسين ان هي مش مترطبه كويس قوي. نيجي الرابع حاجه بقى والاخيره والمهمه جدا جدا في نعومه جسمنا وملمس جسمنا، وهي قدمين او الرجلين او الكعبين زي ما تقولوا. المهم ان هي من اكتر الحاجات فعلا اللي بتفرق في نظافه البنت وفي نعومه البنت وفي كل حاجه في الانوثه عموما، هي كعب رجلك. ما ينفعش ابدا تسيبي كعب رجلك مشقق بقى ومناظر وحشه قوي وان هو يكون ناشف او شكله مش حلو. المفروض ان انتي تعملي باديكير من فتره للتانيه، لو مش بتقدري تروحي مكان بره تعمليه في البيت. وفي فيديوهات كتير جدا على النت بتوضح لك ازاي تعملي باديكير لرجلك، بتوضح لك بالطريقه، وانا قلتها لكم شفوي كده عشان طبعا احنا ما ينفعش نعمل عملي. لكم في فيديو تاني ازاي تعملوا الباديكير، بس فيديوهات قديمه بصراحه ما كنتش بروفيشنال قوي او ما كنتش بعرف اقدم فيديو قوي، هسيبه لكم تحت برده لو حبيتوا تشوفوه. المهم ان انت تشيلي اي طبقه جلد ميت على الكعب عن طريق استخدام مبرد. هتستخدمي حجر، وانا ممكن ابقى اعمل لكم برده فيديو خاص بالموضوع ده في السلسله دي، قولوا لي في الكومنتات لو عايزين. وبعد كده حطي مرطب قوي 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 بقى على رجلك، سواء خاص بالرجل زي بتاع لونا مثلا من ارخص واحسن الحاجات، او سواء اي مرطب قوي وخلاص، او حتى بادي باتر. وبعد كده تلبسي كيس وشراب وتنامي، هتقومي تاني يوم تلاقي رجلك تجنن حرفيا. ولو استمريتي على الموضوع ده هيفرق معاكي. رطبي كل يوم رجلك قبل ما تنامي، من فتره للتانيه تقريبا كل اسبوعين اعملي مثلا باديكير في رجلك او اعملي اي حاجه، او بعد كل شاور كده هاتي الحجر كده وظبطي نفسك. لو اتبعتي بقى كل الخطوات دي هتلاقي جسمك ناعم وحلو بجد حرير. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وفاتكم وكنت خفيفه عليكم كده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.